بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية كنت تعتبر لي السؤال لماذا هذا اليوم التخصيصي ضد داء السيدا؟ كان غير من باب الدردشة مع البنات ديالنا هنا في دار البيت. قلت لهم بغينا نتكلموا شويه على مرض السيدا، شنو كتعرفوا على مرض السيدا، منين كيجي هذا، وضعت لهم سؤال كيفاش نتعاملوا مع المريض بالسيدا. كل واحد اشنو كيقول، كيفاش المريض بالسيدا راه يعدينا، راه يدير، ما نسلموش عليه، ما ناكلوش معاه. جات وحده قالت لي استاذه وصحاب السيده كتقول لي حنا هادو كيعاودوا لنا انهم كيحرقوهم. انا هذه الكلمه باش قالت لي انهم المريض بالسيدا غادي يتحرق ما بغيتش نستوعبها. بقيت كنشوف كيفاش باش نوصلوا لهم معلومات. مشيت عند الدكتور سمير وجلسنا انا وياه ذاكرنا واتفقنا على اساس انه غادي يجي معاهم، ماشي يعطيهم واحد الدرس اكاديمي بالارقام ديال السيدا، لا، كان تقريبا سؤال جواب. ان السيدا شنو هما الاخر، كيفاش كتعدي، كيفاش كتكون السيدا، شنو نتعاملوا مع السيدا، كيفاش كتنتقل ديك الاخر الامراض. هذا هو الهدف من هذا الدرس، لان باش البنات يستافدوا بانه الا كلا مثلا معاه او سلموا عليه او شي حاجه ما غاديش يأذيهم، ما غاديش يقدروا يتعداو. وكنظن بان هذا الحمله اللي درناها هذا النهار او هذا اللقاء التحسيسي كان مثمر. علاش؟ لان ما كانش اكاديمي، كانت اسئله بين البنات وبين الدكتور سمير اللي كنشكروا من هذا المنبر اللي ما كيبخلش علينا اي مناسبه واي حدث، وحتى مشاكل كتكون عندهم صحيه ولا شي حاجه كنتصلوا به، كيكون دائما الاشاره. استاذه كيف كتشوفي انت مثلا التجاوب نتاع الفتيات داخل دار البر، كيف كتشوفي التجاوب ديالهم؟ التجاوب داكشي اللي قلت لك كان هائل. التجاوب اننا ناقشنا مواضيع اللي كانوا عليهم دي طابو ما كناش كنقدروا نناقشوهم، وتعمدت ان الدكتور حتى ملي قدمت قلت لهم اعتبروا راسكم انكم مع اخوكم الكبير ومع ماماكم ومع خواتاتكم، اننا هضرنا على مواضيع اللي كانت هذه شحال كان طابو، ولكن تعمدنا هذا النهار باش البنات ديالنا يستافدوا منها، لان بنات صغارات مراهقات مقتبل العمر، حرام علينا الا دوزنا هذه الفرصه وما وعيناهمش وما تكلمناش على دوك المواضيع ولا دوك المسائل اللي ما كانوش كيقدروا يهضروا عليهم قبل. شكرا.